طنجة نيوز، أول موقع إخباري بشمال المغرب. عيدكم مبارك سعيد. باش ما تمنيتوا لكافه المغاربه والآل طنجة الحبيبه. اليوم كيف ما كتشوفوا هذا النهار رجع يوم رسمي، يوم متميز، يوم رسمي لصلة الرحيم. وكل عام على عام كيتزادوا ناس من الحومه الجاليه المغربيه. واليوم كما شفتوا كانت تكريمات ديال العمره، كانت تكريمات ديال الشباب ديال الحي المتميزين، الاطفال. هادشي اللي بغينا تعمم في المملكه ديالنا كامله، ودائما نعليو ببلادنا ونعليو بطنجه، والرايه ديال المغرب دائما تكون الفوق. حي الساكنه ديال الحي على هذه المجهودات، وخاصه الشباب، لان الشباب هما اللي عاملين الفقاري ديال هذا. وبالنسبه لنا كنحيي الساكنه كاملين، وعيد مبارك سعيد، وتقبل الله منا منكم جميعا. والاحساس اش غادي نقول لك، الاحساس لا يوصف، لان هذه كانت مفاجاه بالنسبه لي. يعني ما كنتش كنتوقعها زعما صراحه هي هذه، لان اصلا يعني قالوا لي قدم لنا جائزه شي واحد، فاذا بهم كيقدموا جائزه لي، وكنشكرهم على هذه المجهودات اللي قاموا بها الدراري. وكان عيد مبارك، نحيي الساكنه كاملين، وعيد مبارك سعيد ان شاء الله. هذا العام هذا بغيت نقول لكم اول حاجه بعدا بواشر مبروكه، تعيدوا بالصحه لجميع الساكنه ديال الحي الجيراري وطنجه والمغرب كامل. هذا العام كان شويه مميز، لان وصلنا لواحد المرحله ولينا كنحتفلوا بالناس يمشيو معنا للعمره، وان شاء الله في المواسم اللي مازال يكونوا اعياد اخرين تكون جوائز كبيره اكثر، يعني نديو اكثر من شخص واحد، وان شاء الله يعني نتوما تكونوا حاضرين معنا طبعا كيف بحال ديما. وبهذه المناسبه بغيت نوصل واحد الرساله، الله يشافي الناس الحومه اللي مراتين كاملين اللي ما قدروش يكونوا معنا هذا العام، وان شاء الله الله يرزقهم صحه جديده، والله يشافي جميع المسلمين ان شاء الله. وعيدكم مبارك وتحياتي لكم.